مساء الخير وفوز الاهلي على سموحه 2-0، ومن المرات القليله جدا ان الاهلي يكسب 3 بونت وانا اطلع بايه بكل ثقه كده وباريحيه اقول مبروك ال3 بونت، لان الحكم فعلا كان عادل، وحتى الكوره بتاعت وسام فعلا هي فاول وحسبها فاول وادى سموحه حقه. بس تعالى بقى نتكلم على ايه؟ على امان عاشور. عمل قلق بعد الجون الثاني، طبعا هو جاب الجون الثاني وجون حلو، بس اعتقد ان اي حد يجيبها عادي جدا جدا جدا. بس ايه الاحتفال ده؟ طبعا معروف ان كل الاهلاويه والزملكاويه هياخدوا الموضوع على صدرهم وهيبقى فيه تحفيل ويقولوا ان هو ايه بيحفل على الزمالك، لكن لا 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 يا جدعان، انا مش عايز اظلم امام عاشور. انا عايز اقول لك ان هو في حوار معاه بره الكوره خالص مع بنت بيضه كده مقلوظه بالونه، يعني هو بصراحه في الاحتفال ده انا فهمتها كده ان هو بيقول لها يا بنت يا بيضه انت بالونه ولا ليكي لازمه، والتشريد اللي انت بتعملوه على الفيسبوك ده ولا ليه اي لازمه، وهدوسك بجزمتي. هي دي الرساله اللي وصلت لي من احتفال ايمان عاشور، عشان خاطر ايه البت طالعه ايه مشلفاه على الفيسبوك ومبهدلاه ومروقه عليه، والبت بصراحه ليها فانز كتير ومعروفه ومنزله له صور معاها، وقعدت تقول ده كان بيحكها معايا وكان نفسه بعد ما هو اتجوز اننا نبقى اصحاب، بس على مين؟ ده صغير قوي وعيل وملوش لازمه. فانا بصراحه حللت الاحتفال كده وملهاش تحليل تاني معايا. بس حظك حلو فعلا يا بت امان ان كورتين سموحه اللي جم في العارضه ما دخلوش. تخيلوا بقى كده معايا لو الكورتين دول دخلوا كان زمان ايه امام متروق عليه. وحرام عليك، هو احنا كل ما نعمل احتفال غريب يتحفل علينا؟ بس ايه مش مهم، ندخل على حاجه تانية مهمه جدا. رجل المباراه امام عاشور. طب انا كزملكاوي وانت كاهلاوي مين رجل المباراه؟ بصراحه كده ومن غير لف ودوران ومن غير هلس ومن غير تعريض، هو مين رجل المباراه؟ والله العظيم انا كزملكاوي كنت معجب النهارده بحسين الشحات. حسين الشحات النهارده عمل ماتش ما عملوش من 5 سنين مع الاهلي. الواد بيبص صح جدا، بيقطع صح جدا، بيدافع صح جدا، وكان عاجبني جدا. قلت بصراحه هو راجل المباراه. جيت ابص لقيت ايه؟ اوعى يا معلم، امام عاشور هو راجل المباراه. كوسه من ضمن الكوس. قال يعني بقى ايه بعد الاحتفال فهو راجل مباراه؟ لا، انت بالنسبه لي مش راجل مباراه، مش حارقه منك والله العظيم. انا مش محروق منك خالص ولا انت في دماغي. انا عارف ان انت محروق من عبد الله السعيد، لان كل ماتش جمهور الاهلي وجمهور الزمالك يقارنك بعبد الله السعيد، ودي مقارنه ظالمه لعبد الله. بس مش هنتكلم كتير. خش بقى على الاعلام. الكابتن سيف زاهر طبعا لازم يلحقوا، امال ايه؟ قام بعد الماتش قال لك ايه؟ احتفال امام عاشور غريب والسوشيال ميديا هتتوقف عنده كتير وهيتكلموا عنه كتير، بس البليهي لسه عامل كده ولعيب في الدوري الانجليزي عامل كده وقام منزل الصوره دي. طبعا يا معلم لازم تلحقوه، امال يعمل الفعل ده وفي الاخر حد يطلع يدينه؟ لا يا معلم ما ينفعش. امام عاشور ده لعيب الاهلي، ابننا، لازم نحصنه، لازم نحافظ عليه، واللي عمله ده شيء عادي جدا. تخيل بقى مثلا لو دونجا اللي حارقهم عمل كده في ماتش قام مطلع بالونه حمراء وقام دايس عليها، يا لهوي. اتفرج على سيف زاهر ده بقى. يا دونجا انت لعيب كبير وما ينفعش كده، انت بتلقح زي الحريم على الاهلي كده ويقوم ملبس دونجا في شجره. ويقول لك اما نشوف بقى اتحاد الكوره وقراراته هيعمل ايه مع اللعيب المستفز ده. انت ليه يا عم انت بتستفز جمهور الاهلي؟ انت راجل كسبان وجايب الجون الثاني وعامل جون حلو، ليه تطلع بالونه؟ وازاي اصلا يبقى معاك بالونه؟ لان انتوا اصلا اعلام بالونه ولاعيبه بالونه وكله بلالين يا معلم. وانا بعون الله قاعد لكم مش هفوت هفوايه. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.